راح نحن في هذا القبو الرائع الجميل سنستمع إلى إبداعات هذا المدير اللي حبيته بكل صدق بثقافته وأخلاقه وسعة صدره سي بدر الدين. شكرا فاجأني بصوته الجميل في إحدى الأغاني الصوفية. سمعنا سي بدر الدين. يلا. يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم على الحبيب محمد الأمين. صلوا على رسول الله عليه وسلم. وكذلك تواجد سيدنا الفاضل هنا سيعطينا بعض من مقتطفات المسرحيات التي يقوم بها هذا الرجل المخرج والفنان من تونس الشقيقة. فلتتفضل مشكورا. أنا على ما أتذكر من ذاكرتي الزمن الذي كنت فيه أدرس في الثانوي مسرحية مثلناها في المسابقة الوطنية للمسرح المدرسي في دار الثقافة ابن رشيد في تونس، وتقمصت دور الحجاج بن يوسف معروف بصلابته وقوته ووحشيته. فمن جملة ما أستحضره في ذاكرتي قوله: إني أرى رؤوسا قد أينعت وآل قطافها فلتستقيموا وإلا نزلت عليكم بسيف هذا فأرديتكم قتلا ورؤوسكم تتطاير تحت أقدامي. تبا وسحقا لكم، سأقتلكم جميعا يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق. إني أرى رؤوسا قد أينعت وحال قطافها. اصطفوا أمامي، هات السيف يا حاجب، اقطع الرؤوس، الله أكبر. انتهى. شكرا جزيلا.